لا والله يا ولد، انت شلونكم، شو اخباركم؟ طبعا اسف جدا على القطعه اللي صارت، وان شاء الله انزل مقاطع بشكل مستمر. اليوم مقطعنا اسطوري. اليوم شرحنا عن افضل برنامج تصوير اللي استخدمه، وبرايي ماكو افضل من هذا البرنامج اللي اندرويد، والبرنامج اسمه دي في دي سكرين ريكوردن. خلونا نروح لشرح عن هذا البرنامج وافضل اعداداته. وقبل اي شيء ما بقى شيء على 500 مشترك وفهمتكم، وان شاء الله نوصل. ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، وخلينا مع شر مشاهدة عموما ممتعة. طبعا أول شي هاي واجهة البرنامج، ندخل عليها ونضغط على 3 نقاط الفوق وأسيدنس، وحنشرح واحدة واحدة. أول خيار هذا طفو الشغل. ثاني خيار هذا طفو خلي هو يجي هيجي، يجي هيجي 50، انتو خلوه صفر الطفو. وثالث خيار ثالث خيار. ورابع خيار الستوب، شغل اول وحده وطفي ثاني وحده. امبروفيت ما ادري اذا الفضل صح. هاي شغلوها ريزوليوشن، الفيديو ريزوليوشن. اذا كان جهازك متوسط خلي على 27، اذا كان جهازك قوي خلي على 80. اول وحده هاي تخلي جودة الشاشة مالتك فاني مخليها احسن شيء. وفيديو بتريت هاي الالوان ما الوان خليها على شيء 15 احسن شيء. والفريمات اذا كان جهازك 60 فريم خلي على 60 فريم، اذا كان جهازك 40 فريم خلي على 42، واذا 30 خلي على 30. انا جهازي 60 فخلي على 60. وهذا خيار خلي اوتو احسن شيء. وهذا خيار ريكوردنج اوديو. اول واحد ما يخلي يقعد صوت، يصورك بس بدون صوت. ثاني واحد يصور لك بس بدون صوت الداخل، بس صوتك يعني مايكروفون. وثالث خيار يصور لك صوت اللعبة بس لازم يكون فوق اندرويد 10. بس هاي الاعدادات الاحسن شيء. يلا كلمنا معك. لا والله يا ولد، واتمنى يعجبكم المقطع، ولا تنسى اللايك والاشتراك في القناة يساعدنا في اني استمر. واذا تريدون هيك مقاطع اذا تريدون فيديوهات من الشرح ومال لاج، وان شاء الله اكتبوا لي بالتعليقات وانزل لكم. وفي امان الله، مع السلامة.